مساء الخير او صباح الخير عليكم. زي ما بتشوفوا الفيديو حلقه جديده من برنامجكم دبل شوت. انا بيتر وانا مارك. النهارده جايين نتكلم معاكم عن حلقه كده ملخص سريع عن كاس العالم للانديه وعن مشوار الاهلي في كاس العالم للانديه. طبعا حلقه ناس كتير مستنياها. متحمس. طبعا كاس العالم للانديه السنه دي شكل مختلف، حماس جامد، واول شكل ليه بالطريقه دي تحسه كاس عالم للمنتخبات، فصراحه متحمس قوي. بطوله كبيره بنظام مختلف بفرق كتير، تنافس كبير، مجموعات ناريه. فالواحد صراحه متحمس مستني مواعيد كمان حلوه. مواعيد الاهلي في اليابان بقى بتاعت زمان. أيوة. فالواحد بقى يهرب بقى من الشغل واللي عنده جامعه ومدرسه يستنى بقى ماتشات الاهلي في الفجر يعني. ويلا بينا نبدا حلقتنا النهارده بكلام عن كاس العالم للانديه. ما تقول لنا بولا كده هنبتدي بايه عن كاس العالم للانديه النهارده؟ نحب نبتدي عن النظام الجديد لكاس العالم للانديه. ريت بقى ماركت عرفنا كده نبذه سريعه ومعلومات عن النسخه الجديده اللي بتضم 32 فريق، شكل جديد وبطوله مختلفه. قول لنا كده معلومات ونبذه سريعه عن البطوله. يلا بينا. هو الاول هي متقسمه على مستوى القارات. اول حاجه اوروبا 12 فريق من اوروبا، اسيا 4 فرق، افريقيا 4 فرق، امريكا الشماليه 4 فرق، وامريكا الجنوبيه 6 فرق. قاره اوكيانوسيا احنا متعودين دايما اوكلاند سيتي حافظينها من الاهلي زمان. والهوست المستضيف بتاعنا اللي هو هيكون انتر ميامي. فكده ال 32 فريق بتوعنا. انا شايفها بطوله قويه جدا يا مارك بصراحه. مجموعات كلها ضرب نار، كله هيدب في بعضه. فيعني شايفها بطوله مختلفه، هيبقى فيها تنافس كبير طبعا على مستوى كمان الجوائز الماليه اللي بتقدمها الفيفا. فبتوقع ان البطوله جايين لكل ده تكون يعني ناجحه جدا يعني. لا، هي يعني مبدئيا كده هي الفيفا عايزه تنجحها، وهي بدل عايزه تنجحها فهي هتنجحها. في فلوس كتير هتطلع من البطوله دي، الانديه كمان مستعدين وكلهم بيعملوا صفقات، كلهم بيغيروا مدربين. فيعني في ناس كمان كتير بتسال وكومنتات كتير على الفيسبوك ليه ليفربول مثلا وبرشلونه مش داخلين، وفرقتين زي بورتو مثلا وبنفيكا وسالزبورج مثلا داخلين، مع ان انت لو دخلت على التصنيف هتلاقي ليفربول مثلا وبرشلونه تصنيفهم اعلى دلوقتي. هو النظام ببساطه هم بياخدوا اخر 4 ابطال من تشامبيونز ليج، وبياخدوا التصنيف بتاع اخر 4 سنين. فبالتالي احنا لو بصينا على التصنيف بتاع 4 سنين هنلاقي فعلا ليفربول وبرشلونه اعلى من بنفيكا وبورتو. طب هم ليه ما دخلوش؟ عشان احنا اخرنا من كل دوله ناخد 2، وطبعا انجلترا داخل منهم مين؟ عندنا مانشستر سيتي وتشيلسي. فطبعا لو بصينا للتصنيف هنلاقي فعلا زي ما انت قلت ليفربول في تصنيف كويس، بس عشان قواعد البطوله اخرنا 2 بس من كل بلد. ونفس الكلام اسبانيا بالظبط. عندنا ريال مدريد واتلتيكو مدريد. مظبوط. كان نفسنا طبعا نشوف برشلونه بالنسخه المرعبه السنه دي في البطوله، بس طبعا قواعد البطوله بقى ليها راي تاني يعني. مظبوط. فهو كده عشان هي كده بقى الكومباينيشن ده، فبالتالي احنا تصنيف وزائد الابطال. طبعا بطوله مهمه زي دي عشان الفيفا تخلي الانديه مبسوطه وهي جايه بتلعب في الصيف. اهم حاجه هيبقى فيها ايه؟ الجوائز الماليه الضخمه الكبيره اللي الفيفا عاملاها السنه دي، اتكلمنا بقى عليها شويه كده. انت شايف طبعا الصرف، كله قاعد بيصرف مش فارق معاهم، وكله مستعد اكنها بطوله، كله مستني المقابل المادي اللي جاي من الجوائز. مظبوط. فهي الجوائز الماليه بتاعتها مش طبيعيه، يعني مجرد المشاركه اي فريق في اوروبا لمجرد المشاركه هياخد من 18 ل 32 مليون على حسب تصنيفه. انت متخيل هو بس يشارك رقم مش طبيعي. ممكن يبني فريق. بالظبط. بالنسبه لامريكا الجنوبيه بقى هياخد في حدود 15 مليون. طب بقى اللي على قدهم افريقيا واسيا وامريكا الشماليه هياخدوا في حدود 9 مليون. حلو، جامد قوي. الاهلي هياخد 9 مليون من غير ما يعمل اي حاجه. اوكلاند سيتي على قدها هتاخد 4 مليون. هم اصلا هيلعبوا 3 ماتشات وهيروحوا يعني. اللي هم كده. بس انت الاهلي بقى بالنسبه للاهلي اي ماتش هيكسبه هياخد 2 مليون دولار. انا طبعا كل كلامي يا جماعه بالدولار، احنا بنتكلم على الدولار. 2 مليون دولار لو الاهلي كسب. طب لو اتعادل مليون دولار. يعني حاجه مش طبيعيه. لو وصل للدور اللي بعده عدى الجروب ستيج هياخد 7.5 مليون دولار. ده غير اللي هو بياخدهم اصلا. هيعوض بقى تريزيجيه وزيزو، هيتعوض الصفقات اللي جابها لكاس العالم كلها. عشان كده بطوله كل الانديه مركزه فيها. يعني نادي زي ريال مدريد السنه اللي فاتت في الشامبيونز ليج لما خد البطوله خد 154 مليون دولار كل ارباحه على مدار المشوار. دي بطوله بناخدها السنه كلها. اللي هيكسب الكاس العالم للانديه ده هياخد قد ايه؟ في حدود 125 مليون دولار. فانت فاهم الفرق بسيط قد ايه في فريق بقاله السيزون كله بيحاول يظبط، واصابات وتعب ومجهود عشان ياخد الشامبيونز ليج. انت في شهر ممكن تاخد قدهم. ما بقول لك الجوائز الماليه دي قادره تبني فرق يعني. من اول اكبر فريق في البطوله كله بقى بيصرف تدعيمات مستني المقابل المادي اللي جاي من البطوله دي. مظبوط. وطبعا بجانب اللي هي هتدخل فلوس كتير، هي طبعا اول سنه تتعمل فهو في كتاب التاريخ هتبتدي. يعني فكره الاهلي وانتر ميامي هم اول المباراه الافتتاحيه ده تاريخ. بس بالنسبه للاهلي الاهلي انه هيلعب كمان ماتش الافتتاح
بالمناسبه مارك، عايز اقول لك كم معلومه كده عن البطوله دي. ارقام طبعا حلوه للاهلي والاهلاويه. اكتر فريق بيشارك في البطوله دي الاهلي. اكتر لاعب شارك في البطوله دي على مستوى التاريخ مش هتتخيل مين، حسين الشحات. جامد موت. مش عارف اقول ايه الصراحه. ايوه والهداف التاريخي للبطوله دي طبعا الدون كريستيانو كريستيانو رونالدو. مش رونالدو. عارفين بقى ميسي هيعمل ايه في النسخه دي ده بقى الصراحة. الشكل القديم، لو نشوف بقى بالظبط. الشكل الجديد ايه اللي هيحصل. بس بصراحه الاهلي يعني عظيم فكره اللي هو تاريخ في البطوله القديمه. نتمنى البطوله الجديده هو كمان يكون بدايه التاريخ برضو. اول ماتش هيلعبه مع انتر ميامي هو بالظبط. الافتتاح. نتمنى الصراحه الاهلي يعمل حاجه في البطوله دي، وانا كلنا متحمسين البطوله دي، وان شاء الله تكون بدايه قويه يعني. طب ايه رايك لو دخلنا نتكلم على المجموعات دلوقتي بشكل سريع كده؟ مجموعات كلها ضرب نار من اول المجموعه الاولى للمجموعه الثامنه. مفيش فرقه سهله في البطوله دي. يلا بينا كده نشوفهم مع يلا بعض. بينا يلا بينا كده مجموعه. اول مجموعه معانا يا جماعه، المجموعه اللي كلنا مستنيينها، والماتشات بقى بتاعت 3 الفجر هنستناها من بالليل. انا عن نفسي مش رايح الشغل تاني يوم، مش مشكله بقى. هتفرج على الماتش بصراحه وهنام. يعني كفايه انا اشوف الاهلي الساعه 3 الفجر. اول مجموعه الاهلي وانتر ميامي الافتتاح، ومعانا بورتو وبالميراس. ايه رايك في المجموعه دي؟ انا وانت مختلفين في الحوار ده. انت ليه؟ شايف اقوى فريق ممكن الاهلي يكون خايف منه هو مين؟ انا شايف على الوضع الحالي بالميراس البرازيلي. انا عارف انت معاك حق، بس هي مجموعه الاهلي دي ليها مشكله، اللي هي مجموعه من بره تبان سهله، بس هي في الحقيقه لو فنطت كل ماتش هتلاقيه بالظبط. صعب. يعني انتر ميامي ده ماتش افتتاح، بالظبط. يعني وسط جمهورك. انتر ميامي مش هيخسر افتتاح مهما حصل. انا عايز اقول لك ان انتر ميامي فريق يعني ضعيف جدا. انا فاهم على قصدك. مستوى الدوري الامريكي هو بس ميسي والبا سواريز، الاسماء دي عامله تاريخ على المستوى الشخصي، بس هو فريق ضعيف جدا. فانا شايف ان ده اسهل ماتش في المجموعه. بس في ايكويشن كده لما يتحط لها ميسي بالظبط. تختلف. ميسي مهما كان سنه المعادله بتفرق. فهو ماتش افتتاح وجماهير، ماتش صعب. تعالى، ما انا بقول لك هو من بره قدام مجموعه سهله. بورتو انت قلت لي اللي انت شايف انها مش واقع شايفه جدا في قدام. الدوري البرتغالي. كان بيلعب ماتش ودي من يومين مع فريق في دوري مغمور، خسر 2-0. ده تمام. ماتش ودي تحضيري للبطوله. فانا بقول لك ان بورتو وانتر ميامي اسهل ماتشين. انا شايف ان نقطه التحول بتاعت المجموعه دي فوز الاهلي باول ماتش. 100% طبعا انا معاك واتمنى، بس انا برضو شايف البورتو طلعت الثالث في الدوري، فبالتالي هي هتحس ان الماتش ده عليه الانظار، مش مجرد بس جماهير الاهلي بتتفرج عليه، ده هيكون العالم كله بيتفرج على البطوله دي. فبالتالي هو هيحد يرد اعتبار لنفسه وارجع للصوره الاوروبيه تاني والصوره العالميه. فانا حاسه هيبقى ماتش صعب. ماتش بقى بالميراس ده احنا كده كده متفقين ان هو هيبقى ماتش صعب. فريق ماتش صعب قوي جدا. الكره البرازيليه وامريكا الجنوبيه عامه، يعني الصخب بقى والجماهير والحماس. فاعتقد ان ده اصعب ماتش في المجموعه. تقريبا على ما اتذكر احنا قابلناه مرتين، ما كسبنا مره وخسرنا مره بالظبط. تقريبا. تتوقع مين اللي هيصعد في المجموعه دي؟ يعني انا بس المشكله الاهلي بقى له كذا مره بيضايقنا في حوار كاس العالم للانديه دي، بس يعني ان شاء الله توقع وتمني يعني. حاسس اللي هو هيكون بورتو والاهلي. بورتو اول والاهلي تاني. انا بختلف مع مارك يا جماعه، بقول ان اهلي اول بالميراس تاني. تاني مجموعه بيت معانا باريس سان جيرمان، اتلتيكو مدريد، بوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الامريكي. ايه رايك في المجموعه دي؟ باريس سان جيرمان لوحده كده كده طبعا فريق قوي، وفريق يعني فريق متكامل، منتشي بالتشامبيونز ليج، وفريق متكامل. شكرا. بالظبط. فريق متكامل زي ما انت قلت. مين اول مين تاني؟ باريس اول، اتلتيكو تاني. انا برضو مع مارك في نفس الراي. تالت مجموعه بيت المجموعه الثالثه بايرن ميونخ، اوكلاند سيتي، بوكا جونيورز، بنفيكا البرتغالي. سريعا كده، اول تاني. بايرن اول، تاني مش عارف، قول انت. انا بقول ان التاني ممكن يطلع بوكا جونيورز. رابع مجموعه بيتر مجموعه فيها فريق عربي، وبالمناسبه المجموعه الرابعه دي كان فيها فريق ليون المكسيكي اللي تم استبعاده من الفيفا، واتلعب ماتش فيصل بين كلوب امريكا المكسيكي ولوس انجلوس جالاكسي. لوس انجلوس كسب، هي اللي كسبت وهي اللي هتشارك معانا. فدي المجموعه دي اكتملت يعني. فالمجموعه بتتكون من فلامينجو والترجي التونسي وتشيلسي ولوس انجلوس. توقعاتك ايه سريعا؟ كده كده تشيلسي. وتاني حاجه ممكن يعني هي صعبه، بس انا اتمنى الترجي. انا اختلف مع مارك. انا بقول فلامينجو هيبقى اول في المجموعه دي، وتشيلسي تاني، الترجي ولوس انجلوس بره. خامس واحده يا بيتر خامس مجموعه معانا انتر ميلان الايطالي، مونتيري المكسيكي، اوراوا ريد، وريفر بليت. مجموعه قويه دي. مجموعه قويه، بالظبط. منافسه فيها صعبه، وانتر ميلان مدرب ماشي وطالعه من فضيحه بعد نهايه تشامبيونز ليج، بس اعتقد انتر ميلان دايما هيفضل حظوظها موجوده مهما كان برضو فريق طبعا. ايطالي قوي. واعتقد الفريق الثاني هيبقى ريفر بليت. انا برضو بقول زي مارك، الكره الارجنتينيه قويه جدا، اقوى من الكره المكسيكيه، فانتر ميلان اول، ريفر بليت تاني. سادس مجموعه بيتر فلومينينسي البرازيلي، سان داونز، اولسان هونداي،
وبروسيا دورتموند. انا شايف ان المجموعه دي اللي هيصعد فيها اول فلومينينز البرازيلي ودورتموند تاني. هي دورتموند انا معاك، عموما دورتموند كده كده ان شاء الله هتصعد، ان مهما كان برضو الكواليتي بتاعت الفرق الاوروبيه بتختلف برضو. قول لنا السبعه بقى. المجموعه السبعه معروفه يوفنتوس، مانشستر سيتي، الوداد والعين. بمناسبه الفرق العربيه، احنا عندنا 5 فرق عربيه موجودين في البطوله، ال5 مغيرين مدربين. الفرق العربيه كلها مجموعاتها صعبه جدا، ايوه فاعتقد ان الاهلي هيبقى ليه الغلبه في المجموعات. طبعا دي- السيتي اول ويوفي تاني. ويوفي مهما كان برضو يعني الدنيا مش اظبط حاجه، بس يوفي وانا متضايق الصراحه الاثنين مره واحده كده فرق عربيه هيخرجوا، بس يعني اتمنى كده الاداء المشرف يعني. تامن مجموعه يا بيتر سريعا. ريال مدريد، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي. انا عايز اقول لك المجموعه دي يعني حاسس انها ريال مدريد مفاجأة؟ والهلال. لا مش مفاجاه، انا حاسس ريال مدريد والهلال المفروض يبقى الطبيعي، بس خلينا نشوف. بس ان الهلال يا عايز اقول جماعه، لك ان الهلال خسر الدوري، اعتقد ان سيميوني انزاجي مسك الفريق. واول ماتش اعتقد في المجموعه هيبقى ريال مدريد والهلال. بالظبط. لا انا عايز اقول لك ان كمان البطوله دي بالنسبه لريال مدريد هي نقطه تحول للسيزون الجديد. مظبوط، وتشابي فهي الونسو بروفا قويه مع تشابي الونسو كمان، فلا يعني انا بقول لك ان ريال مدريد مرشحين بقوه للبطوله دي. انا شايف كده ان كمان بريز فكره اللي هو يطلع 0 بطولات دي، وبرشلونه كسبت اربع ماتشات خلال السيزون، عمل صفقات، او اهم بالظبط. صفقه فيهم هي تشابي الونسو طبعا. اتمنى تشابي الونسو يعمل حاجه يعني. فمجموعه حاسها هي بتتمحور حوالين الفرقتين اللي معاهم الفلوس اللي قادرين يغيروا، فانا حاسس ان هي ريال مدريد والهلال ايزي يعني. اتكلمنا شويه يا بيتر عن صفقات الاهلي. الاهلي عامل تدعيمات قويه، مارك رهيب صارف يعني مبالغ مهوله عشان تدعيمات البطوله دي. لازم يعمل حاجه. عندك من اول اليو ديانج وحمدي فتحي ورجوعهم للفريق تاني، وإعادة إضافة توازن قوية خط قوي. الوسط مع مروان عطيه وامام عاشور، تريزيجيه ابن النادي. الصفقه الكبيره بقى صفقه مش عارف اقول عليها صفقه القرن ولا ايه، زيزو عشان اخواتنا الزملكاويه ما يزعلوش مننا، بس زيزو. فلا الاهلي عمل صفقات كبيره داخل البطوله دي بمعنويات مرتفعه، بغض النظر طبعا عن مستوى الفريق في ماتش باتشوكا، وان ده اول ماتش ريفيرو. ايه رايك في ريفيرو بالمناسبه؟ هو انا مش عارف عنه كتير، بس انا سمعت عنه يعني وقريت كده اللي هو مدرب كويس جاي من اورلاندو بايركس. فيعني اعتقد الكرة بتاعته تكون حلوه يعني، خلينا نشوف. بس انا مش عايز نحكم عليه من كاس العالم للانديه عشان ما نظلموش، بس الفكره اللي الجماهير هتحكم عليه، احنا غصبا عننا لازم نحكم عليه. بطوله كل الجماهير عايزين منها نعمل حاجه، احنا الكم مشاركه اللي فاتت في كاس العالم للانديه ما كانوش افضل حاجه فيهم، ضيعنا فرص سهله، فبالتالي الجماهير للاسف كده اي اخفاق وهنعمل باد امبريشن عنه، هنبدا بقى نقول لا ده مش قد كده. فاتمنى ينجح، لان احنا عايزين الاهلي الصراحه يعمل حاجه في البطوله دي. فانا عايز اسالك سؤال عموما، انت شايف النجاح في البطوله دي اللي احنا نعدي الجروب ستيج، ولا النجاح اللي احنا نوصل لابعد من كده؟ لا انا عشمان طبعا ان احنا نعدي جروب ستيج، مع طبعا انا واخد في اعتباري يعني ان احنا لو صعدنا هنلاعب حد من مجموعه باريس سان جيرمان واتلتيكو، بس بقول يا رب نصعد ويحلها حلال. ايوه بعد كده يحلها. الموتوشه دي عموما بتدي للعيبه ثقه، بالظبط، باكسبوجر حلو مع الفرق الاوروبيه، فده والاهلي اصلا المفروض بارقامه فريق عالمي، فاحنا عايزين نبقى ارقام واداء وفعل، فده هيفرق قوي مع الاهلي. بس انا شايف عموما بصراحه، عشان ما ابقاش متحامل في بطوله كبيره زي دي، وكميه مش احنا بس اللي مهتمين، مش الاهلي بس اللي مهتم بالبطوله، الفرق الاوروبيه بقول لك فريق زي ريال مدريد عايز البطوله وبيعمل صفقات، فاللي احنا نعدي جروب ستيج انا شايفه نجاح بصراحه. قول لنا يا بيتر تشكيل الاهلي المتوقع لماتش انتر ميامي. بصراحه في لعب كتير في التشكيل، خصوصا ان احنا لسه ما شفناش المدرب الجديد، لسه مش عارفين دماغه. يعني انا هقول التشكيل المتوقع، ولو في كام مركز كده اتكلم فيهم عن التمني. يعني حراسه المرمى الشناوي، مش شوبير، ما اعتقدش الشناوي بيلعب اخر فتره، مع ان ريفيرو كان ليه تصريح كده او هنت ان هو ممكن يبتدي بشوبير عادي يعني. انا اتمنى شوبير بصراحه. شوبير الصراحه بيدي مستوى هايل، اعتقد حتى شفناه في ضربات الجزاء بيروح مع كل كوره، وكان ليه كوره صعبه في الشوط الاول، فانا اتمنى شوبير ان هو اللي يبتدي. بس هو في الاغلب في الاغلب محمد الشناوي، باك يمين محمد هاني، قلوب دفاع اشرف داري، والمركز اللي جنبه فيه شويه لعب بن ياسر ابراهيم، احمد رمضان بيكم، مصطفى العش. بس انا اتوقع ان هو يبتدي هو لعب مصطفى العش في بالظبط في باتشوكا صح؟ ابتدى بمصطفى العش، بس انا اعتقد بالمستوى اللي شفناه هيبتدي باحمد رمضان بيكم. باك شمال يحيى عطيه الله، وكان مريحه في ماتش باتشوكا. خط الوسط الدبابه اليو ديانج، جنبه حمدي فتحي، هيلعب بثلاثه وقدامهم اسامه ابو علي، ثلاثه هيبقوا جناح يمين احمد سيد زيزو، في النص امام عاشور، جناح شمال تريزيجيه. اعتقد ده انسب تشكيل ماتش انتر ميامي. ما بس مش شايف مروان عطيه فين؟ مروان عطيه لعيب كويس وكان عامل مستوى كويس في الدوري، بس لا، حمدي فتحي واليو ديانج خبرات وفرق كتير، حتى وهم كانوا موجودين في الفريق
هو مروان موجود؟ لا، كان مروان ما بيشاركش خالص في وجودهم يعني. اعتقد ده انسب تشكيل ماتش انتر ميامي. وخلينا نشوف بقى اختيارات ريفيرو بعد دراسه ماتش باتشوكا. عايزين نتائج واداء. طب ما تيجوا كده نتكلم احنا الثلاثه عن توقعاتنا بقى لاول 3 ماتشات. هبتدي معاك يا ماركو وبعد كده بولا. ماشي. قول لي توقعاتك لماتش انتر ميامي. انا همشيها 8 على توقع، مثلا تعادل ان شاء الله، ممكن 2-2. بولا. 2-1 للاهلي. 2-1 للاهلي. انا بقول 2-0 للاهلي او 2-1 ان شاء الله يعني. ماتش بالميراس وده بالنسبه لي اصعب ماتش في المجموعه. فانا حاسس ان احنا هنخسر الماتش ده. بولا. هنخسر الماتش ده. لا، انا بقول هنكسب 1-0. الاهلي بيعرف يلعب الفرق البرازيليه. ماتش بورتو يعني اتمنى 2-1 للاهلي. 2-1 للاهلي. بولا. تعادل. انا برضو بقول الماتش ده يخلص 1-1، يا اما الماتش هيبقى جيم دفاعي بحت. طب يا جماعه، دي كانت نهايه حلقتكم من برنامج دبل شوت. تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستجرام وسبسكرايب على اليوتيوب، وتفعلوا بقى زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لايكات وكومنتات. بالظبط. وفولو بقى على التيك توك وظبطونا، واستنوا حلقات جايه كتير الفتره اللي جايه في كاس العالم للانديه. باي باي. باي.